طيب خليني اروح مع عماد السالمي في جزئيه نظرته الفنيه في دوري روشن الفتره الماضيه. حلو. فقرة فنية مختلفة فيها أشياء غريبة عجيبة نسمعها ونشوفها، بس أنا الأهم عندي نستوعبها. الأهلي ترتيبه 15 في عدد التمريرات، تخيل ترتيبه في الدوري من 18 فريق في عدد التمريرات تمرير، شوف ترتيبه 15، تخيل قادسية هلال نصر اتحاد في الأوائل. تسأل نفسك ليش 15 فقط هو أكثر عدد تمرير من الأخدود والرياض والفتح. بقية عدد التمرير، عدد التمرير كمجمل تمرير تناقل الكرة من قدم إلى قدم من لاعب إلى لاعب. الأهلي دائما يلعب باللعب المباشر، بسرعة نوديها أقصر الطرق نوصل، أو بكرة ثابتة. هذه قيمة الأهلي وهذا تكتيكه وأسلوبه، فهو يصل إلى مرمى المنافسين من لمسة ولمستين وثلاث. بعض الأندية تحتاج عدد تمرير كثير عشان توصل، مثل هذا الهدف 3 لمسات وصلنا وسجلنا واخذنا 3 نقاط. فهذه هي الأهلي الغريب اللي دخلت كذا كرقم، لقيت ترتيبه في عدد التمرير كمجمل في الدوري 15، لأنه كذا بسرعة يلا روح سجل جول في النصر، ما أحتاج أنا أتدرج بالكرة من الثلث الأول للثاني للأخير. فهذا الشيء لفت نظري بشكل كبير جدا، وهذا دليل من الدلائل على قيمة الأهلي في الكرات الثابتة واللعب المباشر. الجوير ينافس الأجانب في الصناعة، هو اللاعب السعودي الوحيد ما شاء الله تبارك الله ينافسهم. فورتينيس عنده 11، كومان 10 صناعات، مصعب الجوير مع جواو 9. تدور لاعب سعودي عنده قيمة أسست في دورينا ما في. مصعب الجوير هو الوحيد اللي قاعد ينافسهم، أخذنا الوحيد. قيمته رودريغيز في توظيفه في عمق ملعب، واستضاف ما شاء الله عليه يوظفه حتى في طرف الملعب مثل ما تشاهد قاعد يشغله. سالم الله شوفها، سالم بالنسخة الأقل ينافس محرز. يلا اللي قاعدين ينتقدون سالم الدوسري، سالم الدوسري بسوء أدائه في هذا الموسم مقارنة بالمواسم السابقة، رقمه تسجيلا وصناعة أكثر من الرائع في هذا الموسم رياض محرز. شفت الأرقام، سالم الدوسري سجل 7 أهداف وصنع 7 أهداف. رياض محرز اللاعب الرائع والكبير جدا أقل منه 10 أهداف فقط صناعة وتسجيل. هنا قيمة سالم الدوسري، ودائما الناس اللي تنتقده لأنه دائما عشمها أنه سالم في كل مباراة تسوي كذا، بما فيهم مين؟ المدرب إنزاغي اللي دائما يبحث عن سالم أنه يكون عنده جودة في كل وقت. لكن لفت انتباهي أنه بأقل نسخة أنت أفضل من رياض محرز بأعلى نسخة. كبير سالم الدوسري. جواو فيليكس وفن الصناعة